مش فايت انا. كده بوسي زعلانه. وانا واقف في فرح اختي وبدمع من كتر فرحتي بيها، كان في مخيلتي بقى انها هتوحشني والكلام ده. ايامنا سوا وكلام كبير من ده هو بقى وكده يعني. اتاريني هشوفها اكتر من قبل الجواز. ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخة؟ ايه بقى يا شيخة؟ انا بدخل اي اوضه بلاقيها جوه، ده ناقص تطلع لي من التلاجة. هتلاقيني مرمت لك في كل مكان، في فرشتك، في نومك، في حلمك، هتلاقيني ناطط في بنطلونك. الكارثه بقى ان انا ما اتعصتش وقعدت اعيط برضه يوم ما كانت بتولد، وقلت بس بقى هو ده اللي هيقول لي يا خالو وابني اللي ما خلفتوش. الشهاده لله هو شبهي، لكن لا سمعت خاله ولا حتى احترمني. عالكسفة اللي انت فيها يا حازم. كنت فاكر اني هصرف عليه كل فلوسي وافسحه معايا ومش هستخسر فيه حاجه. الحقيقه هو حصل، بس محدش جاب سيره الانزلاق الغضروفي اللي هيجيلي من تنطيطه فوق ظهري. انت كلبانه شبه البطريق، منك حيوان ولا منك بتطير. هو انتوا بتقولوا المعلومات ناقصه ليه؟ على ما عفنا. عندك اخت اقفل عليها يا ابني، اهو على قد هاتلي شيبسي واندومي وانت جاي وخلصت. لكن لو جوزتها هتجيب لها الشيبسي والاندومي برضه، بس مش وانت جاي. امال منين يعني؟ وممكن تطخ مشوار من مدينه نصر للعبور عادي، عشان ماما صعبان عليها تاكل محشي وبنتها ما تدوقش منه. هو انا مش ابنك يا حاجه على اعتبار يعني ان انا كسبتوني في بنك الحظ؟ ايه الموضوع ده؟ ايه ده؟ وكله كوم وروح هات اختك دي كوم تاني. ما تركب اوبر يا حاجه وتيجي وترد تقول لي انت عايز اختك تركب اوبر؟ يا سلام! ما هي عايشه معانا بقالها 25 سنه وكانت بتركب ميكروباص مش اوبر. ايه اللي اتغير؟ حد يفهمني. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. ابعد مقتك وغضبك يا رب، النبي يا رب تجيب العواقب سليمه.